وحشتني يا ابن ابني. اسمع، مش شرط تنجح من اول مشروع، ومش شرط كل فكره تجربها تجيب معاك. ربنا ساعات بيشيل عنك حاجات عشان فيها شر ويديك بدلها خير كتير قوي. قصه النهارده عن واحد اسمه كريس مينوبيل، فتح مشروع وكان بيشتغل فيه ليل نهار وبينام تحت المكتب عشان يلحق. بس في يوم سمع على تليفون ان مشروعه فشل، والاصعب اعصار ساندي دمر شقته والحراميه سرقوا كل حاجه. كريس قعد سنه في البيت مكتئب، وبيقول ان في السنه دي حس انه كبر 10 سنين. ساعتها فكر ليه الجسم ممكن يكبر بسرعه كده، وطلعت له فكره ان هو ازاي يخلي الناس تفضل شباب على طول. ومن السؤال ده طلع ببراند وفكره اسمها نوفيس، هدفه انه يحارب الشيخوخه، وعمل منصه كامله بخطوات يوميه: نوم منتظم، اكل صحي، صيام متقطع، ورياضه، وحتى العلاقات الاجتماعيه. وكمان ابتكر جهاز يحلل الدم ويقول لك عمرك البيولوجي، ومنتجات علميه هدفها تبطئ الشيخوخه. النتيجه المشروع ده قلب بنجاح عالمي. الخلاصه يا ابن ابني، فشلك في مشروع مش اخر الدنيا، يمكن هو اللي يفتح لك باب لمشروع انجح. بس تقوم وتكمل وتابعني يا واد، يمكن تفلح وتبقى صغير في السن.